السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. تخيل معايا كده إنك تبقى لوحدك في مواجهة أقوى طاغية في التاريخ، وتخيل إن ربنا يختارك من بين ملايين البشر علشان تكون رسول. ومش بس كده، ده كمان يكلمك مباشرة. النهاردة إحنا قدام قصة مش عادية خالص، قصة واحد من أعظم البشر في التاريخ، كليم الله سيدنا موسى. فالنهاردة فيديو مختلف تماماً عن العادي. في شخص أنا بحب قصته جداً، أنا بعشقه الصراحة، وبحس إنه قريب مني بشكل غريب. واحد من أعظم البشر أساساً في التاريخ، ومن أكتر الأنبياء المقربين لقلبي. يا عيني، ربنا ابتلاه بأسوأ قوم ممكن تسمع عنهم في حياتك. عمري ما شفت قوم زي بني إسرائيل. ومع كل ده مر بكتير من المغامرات والمشاكل والصراعات والاختبارات. فبتحس إن سيدنا موسى كان عنده الصبر عظيم، وواجه صعاب كتير جدا نقدر نتعلم منها لحد النهاردة. بس في نفس الوقت رغم كل العظمة دي بحس إن في شبه كبير مننا. وأنا بحكي نقصد إيه بإن هو فيه شبه مننا؟ طبعاً القصص الدينية مختلفة تماماً عن أي قصص أنا اتكلمت عنها، فأنا بعلمي القليل جداً بحاول بس بكل اجتهاد إن أنا أفكركم بس بقصته، نتعلم منها ومنه ونشوف شوية من عظمة هذا الإنسان. وكل كلامي متاخد من كتاب البداية والنهاية لابن كثير. عندك أي مشكلة مع الكلام كلم ابن كثير وبعد كده تعالى كلمني. ونبدأ بأول حاجة خالص كده إن أنا أعترف إن أنا عمري في حياتي ما انبهرت بالأنبياء والرسل. بحسهم إن هما الحاجات اللي بيعملوها حاجة عادية جدا. أيوة أنا عارف إن تحس إن بداية القصيدة كفر كده، ولكن فعلا وأنا صغير كنت عمري ما شفت أي حاجة بيعملها الأنبياء والرسل حاجة جامدة. والسبب في كده أعتقد إن في ناس كتير زيي ولسه عندهم الفكرة دي لحد دلوقتي، إن أنا كنت معتبر الأنبياء والرسل شبه الملايكة أكتر، مش زينا يا جماعة. يعني أنا ما كنتش فاهم وما كنتش مقدر إن هم بيخافوا وبيحزنوا وبيتبسطوا وبيتعبوا. كل الصفات البشرية دي عندهم برضو أنا كنت ناسيها ومش بنحطها في عين الاعتبار قوي وإحنا بنحكي قصصهم. وفي نقطة تانية إن أنا كنت فاكر زمان إن الوحي ده حاجة شغالة 24 ساعة عليهم، ولكن لأ خالص. يعني ممكن يقعدوا سنين كاملة من غير رسالة واحدة من ربنا. طب وتخيل المسؤولية اللي بتقع عليهم. هم حاسين إن هم لوحدهم، وربنا سبحانه وتعالى قاطع عنهم الوحي، وفي نفس الوقت سنين بيحاولوا يدعوا الناس للرسالة بتاعتهم ومحدش مهتم، وبيتريقوا عليهم وبيضربوهم وبيأذوهم وبيحاربوهم. كل ده بيجاهدوا بإيمان صافي من قلبهم. هو ده المرعب، هو ده الاختبار اللي بيتحطوا فيه الأنبياء. وعشان كده هم مختارين خصوصاً أشرف الخلق اللي يعني الواحد يخاف ويترعب إن هو يتكلم عنه، يمكن يغلط في حاجة ولا حاجة، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خلينا نتكلم عن أكتر نبي اتذكر في القرآن، كليم الله موسى عليه السلام. وما تقلقش، الفيديو هينقذك من الكرنج بتاع الفيديوهات الدينية اللي كلها برق ورعد وآلات إسلامية. مش محتاجين المؤثرات الغريبة دي كلها. تعال بقى نرجع من دلوقتي بالآلاف السنين لورا، قبل حتى موسى وفرعون، لحد ما نوصل لواحد انت أكيد سمعت عنه قبل كده، لأنك طبعا بتذكره كل يوم في صلواتك 5 مرات، وهو خليل الله أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم بحس إن هو حياته مليانة مغامرات جدا جدا بقى، وبحس إن هو أكتر واحد فيه أكشن حصل في حياته. وفي نفس الوقت بحس إن هو تعريف كلمة الحكمة. من وهو صغير بيبص للسماء ويسأل على ربنا، بيدمر الأصنام وبيحاول يولعه فيه وبيخرج سليم، ومع ذلك ما بيدقش حتى على قومه، بيقول حسبي الله ونعم الوكيل. وهو في نفس الوقت أبو الأنبياء، بيبدأ عنده الشجرة بتاعت الأنبياء كلها. لأن بص تعالى نعمل شجرة العيلة بتاعت الأنبياء، هتلاقي إن هم كلهم قرايب وأولاد وأحفاد سيدنا إبراهيم، لأن سيدنا إبراهيم اتجوز السيدة هاجر، واحدة مصرية قبطية. وهنا ملاحظة إن إحنا هنقول قبطي وقبطية كتير، وحالياً بيتقال على المسيحيين اللي في مصر إن هم أقباط، ولكن في الأصل المصريين كلهم كانوا اسمهم أقباط. المهم إن سيدنا إبراهيم والسيدة هاجر خلفوا إسماعيل نبي. وعارفين كلنا قصة إسماعيل وإبراهيم، قصة طبعاً الذبح وبناء قواعد الكعبة. وإسماعيل بيجي بعد كده من نسله العرب جميعاً بتوع شبه الجزيرة العربية. عشان كده بيتقال إن المصريين أخوال العرب، لأن أم إسماعيل كانت السيدة هاجر.
من نسل بقى إسماعيل هيجي في الآخر أعظم الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. نرجع بقى لسيدنا إبراهيم تاني. كان متجوز واحدة تانية برضه وهي السيدة سارة، ولكن في يوم من الأيام بيوصل سيدنا جبريل عليه السلام عند إبراهيم ومعاه ملايكة تانيين. فجأة كده طبعا بيتخضوا ويترعب سيدنا إبراهيم وبيقلق، فبيقول لهم ما خطبكم؟ وقول لي تعالى نرجع لشجرة عيلة سيدنا إبراهيم تاني. كان عنده أخ اسمه هاران. هاران ده خلف واحد اسمه لوط، سيدنا لوط، فلوط عمه يبقى سيدنا إبراهيم. الملايكة بيكونوا رايحين عشان يهلكوا قوم سيدنا لوط، ولكن بيعدوا على سيدنا إبراهيم الأول. فطبعا هو بيقلق أكتر وبيقول لهم إن القوم دول فيهم لوط. وبص شايف حتى إن خليل الرحمن بيخاف وبيقلق، مع إن أكيد الملايكة عارفين وربنا عارف إن في القوم دول لوط النبي الصالح، بس برضه هو بيقول لهم يعني دي حاجة بشرية جدا. فيرد عليه إن هم أكيد عارفين، فسيدنا لوط وأهله مش هيحصل لهم حاجة ما عدا مراته، هتهلك هي كمان مع القوم الفاسدين. بس هم جايين دلوقتي يدوله البشارة إن هو هيخلف، مع إن هو كبير في السن، راجل عجوز هو ومراته. حتى هي بتتعجب، هي كمان بتستغرب إن هم خلاص عواجية، إزاي هيخلفوا؟ ولكن هي هتخلف واحد اسمه إسحاق، نبي برضه. وهيقولوا له إن إسحاق هيخلف من بعده يعقوب اللي هو نبي برضه. وبص من طيبة سيدنا إبراهيم بيجادل الملايكة، اللي هو مش جدال بمعنى خناق، يعني بيتكلم معاهم إن هم يستنوا شوية على قوم لوط، يمكن حد فيهم يؤمن بالله. فربنا سبحانه وتعالى بيقول على سيدنا إبراهيم إن هو حليم أواه منيب. يعني تخيل معايا ربنا بيمدحك بالشكل ده، بمعنى إن هو صبور ما بيستعجلش، عشان تعرف قد إيه سيدنا إبراهيم عظيم جدا جدا. فبكده سيدنا إسحاق بيتولد، وبعدها بيخلف يعقوب AKA الاسم التاني اللي هو إسرائيل. فسيدنا يعقوب كان ليه اسم تاني اللي هو إسرائيل. يعقوب بيخلف 12 راجل بيتسموا ببني إسرائيل، ولاد سيدنا إسرائيل. وهنا دي البداية بقى. واحد من ولاد سيدنا إسرائيل كان يوسف. سيدنا يوسف كان جميل جدا جدا، إخواته بيغيروا منه وبيرموه في البير. في ناس بتيجي تنقذه وبياخدوه لمصر. هنا كانت ساعتها مصر في أوج عطائها، المصريين القدماء خاربين الدنيا، أعظم حضارة مفيش زيهم. وبيتباع هناك سيدنا يوسف كعبد، وبيقولوا لأبوهم إسرائيل إن أكله الذئب. وبيحصل القصة المشهورة جدا لحد ما سيدنا يوسف بيكبر، وفي الأخير بيصبح مسؤول عن خزائن مصر، يعني وزير الاقتصاد هنا كده. وساعتها ملك مصر في القرآن بيتسمى إن هو ملك مصر، فبناخد بالنا إن هو ما بيتسماش فرعون، بيتقال عليه إيه؟ ملك مصر. ودي حاجة غريبة بس هنحتاجها كمان شوية. المهم إن سيدنا يوسف بينقذ مصر من المجاعة، وفي ناس بتوحد الله وبتؤمن بيه، وبعد كده بيجيب إخواته وأبوه وعيلته يعيشوا في مصر. ولكن نسل يعقوب أو إسرائيل عليه السلام بيكبر جدا جدا، وبعد سنين بيتحولوا الآلاف مؤلفة من البشر عايشين في مصر اسمهم ولاد إسرائيل. الحياة بقى بتمشي عادي جدا وجميلة، وسيدنا يوسف بيموت وبيتغير الحكم في مصر، وملك مصر بيموت. وبيجي هنا بقى مش ملك مصر، لأ، بيتقال عليه فرعون. القرآن هنا بيغير طريقة ذكره الملك مصر وبيقول عليه فرعون، لأن فرعون الكافر الطاغية ده كان مصري أصيل 100%، غير ملك مصر اللي هو كان في الأول في عهد يوسف الملك المؤمن ده كان في الغالب كان من هكسوس، ما كانش مصري. ولكن فرعون مصري. ومعرفش ليه بتهربوا من حاجة زي كده، لأن فعلا إحنا الإقباط المصريين وقت فرعون كنا قوم وحشين. القرآن بيقولك كده، إحنا كنا مضطهدين بني إسرائيل وبنعذبهم. ما تحاولش، ما تنكرش، عيب يا ابني، أمن بالله يخرب بيتك. بس برضو مهم جدا جدا إن هو ما ينفعش تشوف إن أي حد بيعمم على المصريين القدماء إن هم كفار أو حتى مؤمنين، لأن أنت بتتكلم في حضارة آلاف السنين، والمصريين كانوا متنوعين، شوية كفروا بالله، شوية أمنوا بالله لحد دلوقتي. على فكرة ما ينفعش مثلا تعمم على المصريين كلهم إن هم اللي عايشين دلوقتي يعني إن هم كلهم مؤمنين، لأن مؤمنين بإيه بالظبط؟ إحنا مسلمين ومسيحيين. ما ينفعش بقى حد يجي بعد آلاف السنين يقول إن المصريين دلوقتي كلهم مؤمنين بإيه بقى بالظبط؟ اللي أنا قصدي عليه إن هو فيه تنوع. نرجع بقى آخر مرة لشجرة العيلة اللي هو فيها سيدنا إسرائيل، بإن واحد من أولاده ال12 كان اسمه لاوي بيخلف آزر، بيخلف قاه، بيخلف عمران، وعمران بيخلف بطل قصتنا وهو موسى وأخوه النبي هارون. قبل بقى ما يتولد موسى، جه فرعون شاف إن بني إسرائيل
واخدين راحتهم قوي هنا في مصر، وهم أصلا مش مصريين ومش مؤمنين بنفس دينه، لأن هو بيشوف نفسه إن هو ابن الإله، أنا ربكم الأعلى. بس فزي ما ربنا بيقول إن هو تكبر وتجبر في الأرض وقسم أهل مصر إلى فرق وأنواع وطوائف، ومسك طائفة منهم اللي هي الطائفة المؤمنة بني إسرائيل، أذاهم أذى غريب عجيب حرفيا، يعني عمل اللي ما يتعملش معاهم. فكان بقى وقتها إن بني إسرائيل هم خير أهل الأرض، مفيش كلام في الموضوع. ولكن فرعون مسكهم وشغلهم عبيد عنده، ويكنسوا ويمسحوا ويشيلوا ويحطوا ويتضربوا ويتعذبوا يتأذوا، أي حاجة رديئة دنيئة بالنسبة له كان شغال فيها بني إسرائيل. أي حاجة فيها عبودية، إذلال، إهانة، ضرب، تعذيب، يشتغل فيها بني إسرائيل. ما اكتفاش بكده خالص خالص، يعني العذاب كان رهيب يا جماعة على بني إسرائيل دول. بس هنا تسأل نفسك، اشمعنى بني إسرائيل فرعون عمل معاهم كده؟ وليه بني إسرائيل؟ احنا قلنا في الأول إن هم ما كانوش مصريين، وفي نفس الوقت ما كانوش مؤمنين بنفس دينه. بس في الوقت ده بني إسرائيل كان معاهم صحف إبراهيم، مؤمنين موحدين، وإن كان في نبوءة عندهم إن هيجي من نسلهم واحد هيهلك ملك من ملوك مصر، والكلام ده وصل لفرعون. زيادة على كده كمان إن هو حلم إن في نار جت من بيت المقدس حرقت مصر وكل المصريين ما عدا بني إسرائيل. هنا بقى هو بيتجنن وبيجمع الكهنة والسحرة العلماء يعني في البلد، وبيسألهم إيه معنى الكلام ده؟ فبيفسروا الكلام ده إن هيجي طفل من بني إسرائيل هيتولد هيهلك مصر وملك مصر. طيب أنا بقى اللي أعرفه عن فرعون بكل اللي أنا قريته والبحث اللي أنا عملته ده كله، إن هو راجل بسيط جدا جدا. دلوقتي هو خايف وحلم حلم إن هو هيتولد في يوم من الأيام طفل من بني إسرائيل هيدمره. فهيعمل إيه؟ كل اللي بيعمله إن هو بيقتل كل أطفال بني إسرائيل اللي بيتولدوا. يا أخي إيه الأوفر ده؟ ما عدا البنات كان بيستعبدهم. ولازم إن احنا نقف هنا يا جماعة، إن من كتر ما سمعت القصة دي ساعات الحاجات دي بتعدي علينا. بس فكروا كده فيها، هو ماسك القوم آلاف مؤلفة من البشر، عشرات الآلاف من البشر، مستعبدهم وبيذل فيهم أسوأ عذاب في الدنيا وذل واستغلال. حلم ما عجبوش يوصل بيك الفجر إنك تروح تقتل كل أطفالهم اللي بيتولدوا. يا أخي أطفال لسه مولودين، دي مرحلة تانية من الأذى والفجر وعدم الإحساس والبشاعة. فبيوريك قد إيه إن هو كان شخص الحاجات الفظيعة دي سهلة عليه بشكل غريب. أطفال يا أبويا، أطفال لسه بيرضعوا، لسه بيقولوا بابا وماما بالعافية، ما قالوش لسه بابا وماما حتى. ده لو حد دلوقتي زعل عيل صغير زعق له مثلا بنعتبره إن هو شرير، ما بالك واحد بيقتل آلاف الأطفال الأبرياء؟ طب أهلهم أمهاتهم أساسه إيه؟ لدرجة إن هو كان بيبعت جنود عند الستات اللي هو بيعرف من الولادة إن هم هيولدوا النهاردة، وأول ما تخلف الطفل ويطلع إن هو ولد يخلص عليه، لسه بيشم أول نفس ليه في الدنيا يكون آخر نفس ليه. واللي هيحصل دلوقتي هيوريك قد إيه إن برضو اللي قوم فرعون واللي هم مقربين منه ما كانوش بيعتبروا بني إسرائيل بشر زينا، كانوا بيعتبروهم حاجة حقيرة جدا. المصريين المقربين لفرعون وهامان الوزير بتاعه والناس دي بيتضايقوا قوي، وراحوا اشتكوا لفرعون إن بني إسرائيل كده هيخلصوا ويموتوا كلهم، ولو ماتوا في المصريين هم اللي هيشتغلوا عبيد ويمسحوا ويكنسوا، مش هنلاقي حد يشتغل في العبودية دي. لا بجد ما ينفعش طبعا. ففرعون هنا بيقرر إن هو يسمح للأولاد إن هم يتولدوا في سنة، والسنة اللي بعديها يتقتلوا كلهم. ولكن ربنا بيقول هنا إن الحال هيتغير، والضعيف هيبقى قوي، والمقهور هيبقى قاهر، والذليل هيبقى عزيز. لأن في سنة المسامحة بيتولد هارون أخو موسى الكبير، أما في السنة اللي بيقتلوا فيها الأطفال بيتولد بالفعل موسى. شوف سبحان الله، حتى ولادته فيها معاناة. أم موسى ما كانش بيظهر عليها ملامح الحمل، ولكنها طبعا خافت إن هم يعرفوا ويقتلوا طفلها. فربنا هنا بيلهمها، مش بيوحي ليها زي الأنبياء، لأ بيلهمها فكرة جامدة جدا. هي كانت ساكنة عند النيل، فجابت تابوت وحطته في المية، حطت فيه سيدنا موسى وغطته وربطت التابوت ده بحبل ترضعه وتخلي بالها منه، ولما تخاف إن حد يجي تخبيه في التابوت ده وتمشيه في المية، ولكنه هو مربوط بحبل فما بيبعدش عنها كتير، ولما تبقى عايزاه بتشده ويرجع لها تاني في أي وقت. ولكن للأسف في يوم نسيت إن هي تربط الحبل، وموسى بيمشي في النهر لوحده، بتجري وراه أخته وتشوفه يوصل لفين، وبيفضل هو ماشي في النيل لحد ما بيوصل قصر فرعون. بياخدوه الجواري وبيودوه بسرعة لآسيا مرات فرعون. تفتح الغطا، شافت الطفل، فرحت جدا، حبته بشكل غريب، وربنا سرق في قلبها الحب.
الطفل ده جه فرعون قال لها إيه ده؟ وأمر على طول إن هو يتذبح. يا أخي اهدى، طب فكر 3 ثواني قبل ما تتكلم، ادي لنفسك فرص حتى قبل ما تسعى في الأرض فسادا كده. لكن آسيا ما كانتش بتخلف، فبتحاول معاها إن الطفل ده يبقى قرة عين ليه وليك، وناخده ولد لينا. هيقول لها إن قرة عين ليكي انتي بس، أنا لأ طبعا. السيدة آسيا رضي الله عنها دي حاجة كبيرة جدا في الإسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عليها إنها من الستات الكاملة، وإنها من سيدات أهل الجنة، فهي واحدة من أعظم السيدات في الإسلام. دلوقتي بقى خلاص بتكتمل الحبكة بتاعتنا. المولود المرعوب منه فرعون وقتل آلاف مؤلفة من الأطفال احترازا منه وخوف منه، وصل لحد بيته، وهيتربى وياكل ويشرب معاه في نفس البيت، وهو اللي هيربيه برضه. ودلوقتي طبعا الطفل بيبقى عايز يرضع، وربنا بيحرم عليه كل المرضعات. فالسيدة آسيا بتديه للجواري يروحوا لسوق يدوروا على أي واحدة ترضعه هناك. فأخته كانت ذكية جدا جدا، بتروح تعمل نفسها إن هي ما تعرفوش، بس بتقول لهم إن في واحدة مرضعة أنا أعرفها خطيرة مفيش زيها جامدة جدا. طبعا الجواري عايزين يعملوا أي حاجة ترضي فرعون ومراته، فبيروحوا بسرعة معاها، والولد فعلا بيرضع من أمه ويرجع تاني لحضنها. ولما السيدة آسيا بتعرف بتفرح جدا، وكانت عايز الأم تيجي تعيش عندها ترضعه، ولكن هي رفضت لأن عندها عيال وأسرة. فأصبح إن كل يوم الجواري بياخدوا الطفل يودوه لأمه ترضعه ويرجعوه تاني لقصر فرعون. وسبحان الله عشان وثقت في ربنا بيتلم شملها مع طفلها من أول وجديد زي ما وعد ربنا. بيعدي بقى طبعا الوقت، وسيدنا موسى بيكبر ويصبح إن هو الراجل. عايز أقول بقى حاجة دلوقتي ملهاش أي علاقة خالص بالدين الإسلامي، ولكن اسم سيدنا موسى حسب أهل الكتاب اللي هم مسيحيين يعني معناه اللي أنا فهمته إن هو ابن النيل، لأن هو اسم قبطي متقسم نصين، مو سي يعني ابن، ومو يعني مية، فهو المفروض ابن النيل أو ابن المية، لأن هو طلع له حرفيا من المية. وهنا برضو بيقولك إن رمسيس اسمه كده ليه؟ لأن هو اسمه متقسم نصين برضو، را ده قصدهم رع الإله رع، وماسس أو ميسية ده ابن، فرمسيس معناه ابن الإله رع. فعشان كده في اللي غالب رمسيس هو فرعون، لأن هو اسمه ابن الإله، أو الله أعلم علم يعني. ده حرفيا اللي أنا لقيته في موقع الكنيسة الأرثوذكسية، وده اللي أنا فهمته يعني. المهم نرجع للإسلام تاني، خلينا في الحاجة اللي أنا فاهمها، ونشوف سيدنا موسى لما كبر بقى عامل إزاي. هو كان إنسان مميز، هو كان قوي جدا جدا، شجاع شهم وطويل وضخم في الجسم، وكان أسمر اللون. فأنا دايما بتخيل إن هو شخص قوي ما يرضاش بالظلم، وتحس إن هو ناشف جدا كده. يعني لو أنا في حرب بحب إن هو يكون في صفي، أنا كده كده لازم إن هو يكون في صفي عشان أكون في الجنة، بس قصدي من كتر ما متخيل إن هو قوي وراجل، حاسس إن هو محتاج إن هو يكون يقاتل معايا. وصفاته دي بتوضح لنا إيه اللي هيحصل كمان شوية. بيحصل إن هو في يوم من الأيام ماشي في الشارع في منتصف النهار، لقى واحد من بني إسرائيل بيتخانق مع واحد مصري، وموسى في الوقت ده كان بيفتخر بيه بني إسرائيل، لأن هو كان مشهور إن فرعون اتبناه، وإن في واحدة من بني إسرائيل هي اللي رضعته وربته، فكانوا بيحسوا بالفخر كده إن ابن فرعون مرضعته من بني إسرائيل. في نفس الوقت موسى طبعا وهو بيكبر شاف العذاب اللي بيتلقاه بني إسرائيل، وعرف لما كبر الحقيقة وإن هو في الأصل من بني إسرائيل، وإن أخوه هارون وأبوه عمران والكلام ده كله. فالمهم هو ماشي بيشوف واحد من بني إسرائيل بيتضرب وبيتظلم من واحد مصري، المصري الكوتو ماسكه ودعكه وبيظلمه. فهنا اللي من بني إسرائيل بيزعق ويقول الحقني يا موسى الحقني يا موسى، إن هو يجي ينقذه. فموسى طبعا ما ينفعش يشوف واحد بيظلم واحد تاني، فبيجي بسرعة هيزق الراجل أو يخبطه كده، يقع المصري يموت. موسى قتل الراجل. طبعا موسى ما كانش يقصد خالص، هو كان عايز بس يفرق ما بينهم ويشيل الظلم عن الراجل اللي بيتضرب، ما كانش يقصد أكيد إن هو يقتل واحد. موسى طبعا بيزعل جدا، بيخاف، بيستغفر ربه لأن هو ما كانش يقصد، هو كان مؤمن برسالة يعقوب وموحد، فاستغفر ربنا وبيتوب من الحاجة اللي هو عملها اللي هي غير مقصودة. في الوقت ده بقى محدش عارف إن موسى قتل واحد مصري غير الراجل اللي من بني إسرائيل اللي موسى دافع عنه، ولكن هو طبعا بيخاف جدا إن فرعون يعرف إن هو قتل واحد من المصريين وهو بيدافع عن واحد من بني إسرائيل. فتاني يوم الصبح موسى بيمشي في المدينة وهو خايف، بيبص حواليه يمين وشمال حد يكتشف أو حد يكون شافه على اللي عمله امبارح، ولكن فجأة بيلاقي نفس الراجل اللي من بني إسرائيل بيتخانق وبيتضرب تاني من واحد مصري،
وبينادي عليه برضك يا موسى يا موسى انحقني إن هو يجي ينتزه تاني. هنا سيدنا موسى بيتعصب جدا، هو أنت إيه يا ابني كل يوم تتضرب؟ وبيروح إن هو يزعق، مع إن الراجل اللي من بني إسرائيل كان برضه مظلوم تاني، وسيدنا موسى كان رايح يدافع عنه تاني. ولكن وهو رايح للراجل اللي من بني إسرائيل بيزعق له بيعنفه على كتر مشاكله، فالإسرائيلي هنا بيفتكر إن موسى جاي يضربه، فيقوم فاضح الدنيا وسط السوق والناس كلها متجمعة ويقول أنت هتقتلني زي ما قتلت الراجل امبارح يا موسى؟ أنت عايز تكون جبار في الأرض؟ وبيفضح الدنيا وسط الناس إن موسى هو اللي قتل واحد من قوم فرعون. هنا سيدنا موسى بيمشي من المكان بسرعة، وفي واحد صالح بيقابله وبيعرفه إن هم بيدوروا عليه دلوقتي وهيقتلوه، فيهرب دلوقتي يا موسى من مصر خالص. سيدنا موسى فعلا بيخاف وبيترعب وبيهرب بسرعة من مصر، ومن كتر السرعة والقلق والخوف بيهرب موسى وهو حتى مش معاه أي حاجة خالص، ماشي كده في الصحراء لوحده من غير ولا أكل ولا شرب، حتى هو مش عارف يروح فين، عمره ما خرج بره مصر، لحد ما بيوصل لمدينة اسمها مدين، ودي في شمال السعودية. والمدينة دي قبل ما يوصل ليها سيدنا موسى بزمن كان فيها نبي اسمه شعيب، وربنا هيهلك القوم بتوعه اللي هم أصحاب الأيكة. روح ابحث عني لو عايز تعرف أكتر عن الموضوع. موسى بيوصل دلوقتي وهو تعبان، مش قادر من كتر الهروب يا عيني ومن قلة الأكل والشرب. بيروح بسرعة البير، هناك الرجالة بتتجمع عليه وبيشربوا الغنم بتوعهم، لحد ما بيوصل فعلا للبير بيلاقي الرجالة عاملين زحمة بشكل غريب وموتين بعض على بير المية وبيشربوا الغنم بتوعهم، ولكن في بنتين واقفين على جنب بيبعدوا غنمهم عن باقي غنم الناس، واقفين لوحدهم كده مستخبيين. فموسى الجعان العطشان بيروح بشهامة كبيرة للبنتين دول يسألهم محتاجين ايه. هيقولوا ان هم بيستنوا كل الرجالة دي كلها تخلص خالص براحتها ويمشوا، وبعدين البنتين يا عيني بيبدأوا ان هم يشربوا الغنم بتوعهم، لان ابوهم عجوز راجل كبير في السن ما يقدرش ان هو يشتغل، هم البنتين الغلبانين دول لوحدهم بيشتغلوا مكانه، وطبعا مش هيقدروا ان هم يروحوا ويزحموا ويشربوا الرجالة. في نفس الوقت الرجالة اللي واقفة دول ولا فيهم شهامة ولا فيهم رجولة ولا فيهم اي حاجة خالص، لو قربوا منهم هياكلوهم. فهنا سيدنا موسى بيبين لك قد ايه ان هو قوي وشهم، وفي نفس الوقت حتى هو ما بيرغيش مع البنتين دول، هو سألها سؤال واحد وخلاص، بيسمع منهم الكلام ويروح يأدي المهمة في السكات، وبعدين تفكر فيها هو اصلا في ايه ولا في ايه. هو دلوقتي حرفيا حافر رجلين، ما بياكلش بقاله ايام غير حبة اكل صغيرين اللي هو ورق شجر، وهربان وحالته يعني في غاية السوء. ولكن بيروح فعلا يشيل حجر ضخم جدا اللي بيتحط على البير بقوته، ويشرب الغنم ويدي المية للستات، ويمشي برضه من سكات مش مستني أي حد إن هو يشكره ولا حتى كلمة من البنتين دول، ويروح يقعد تحت شجرة وهو بطنه يا عيني شوية وهتلمس ظهره من كتر الجوع، إذا ما كانش أساسا دلوقتي هي لمسة ظهره، ولسانه أخضر من كتر أكل ورق الشجر، نفسه في تمرة. البنتين بيرجعوا لأبوهم وبيستغربوا إزاي هم جم بدري كده النهاردة، مش عادتهم، فبيحكوا له على اللي حصل. فالراجل بيطلب من بنته من بناته إن هو تروح وتدعو الرجل الصالح اللي هو ساعدهم إن هو يجي يقابل أبوها عشان يجازيه أجر الخير اللي هو عمله ده. فبتروح فعلا البنت وهي ماشية مخسوفة كده وتأكد له إن أبوها هو اللي عايزه عشان يجازي أجر الخير اللي هو عمله ده. فبيروح فعلا موسى للراجل الصالح، والراجل العجوز بيطلب منه إن هو يتجوز واحدة من بناته الاتنين ويعيش معاهم هنا ويشتغل وياخد باله من كل حاجة، والشيخ العجوز ده مش هيتعبه ولا هيتقل عليه في حاجة. فالمهر بتاع بنته إن هو يشتغل هنا 8 سنين في المكان هنا، ولو كملهم 10 فده خير وبركة من عنده هو، فهو بيخيره لإما 8 سنين أو 10 سنين براحته والله. وبالفعل موسى بيختار إن هو يكمل ال10 سنين هنا بيشتغل. بيعدي بقى السنين وبيخلص موسى ال10 سنين اللي عليه وبيكون أسرة، ولكن بيوحشوا أهله اللي في مصر، وبيقرر ياخد أسرته ويرجع مصر يزور أهله اللي هناك في السر كده. فالراجل الصالح بيديله شوية غنم من عنده، وموسى بياخد أهله وبيمشي، وهو في الطريق بيضيع في سينا، والدنيا برد وضلمة ومعهوش شعلة نار حتى. وفي وسط الجو المتهلج ده والضلمة والعتمة الشديدة دي كلها، بيبص موسى بيشوف من بعيد جدا نار فوق جبل طور سيناء. فهنا بيقول لأهله يستنوا مكانهم هنا، وهو هيروح لوحده يشوف ايه اللي هناك ده، يمكن حد يعرف الطريق أو حتى يجيب نار من هناك. فبيروح فعلا لوحده وبيطلع الجبل، يدخل وادي، يلاقي شجرة بتطلع نار من نصها ومولعة بشكل غريب، وفي نفس الوقت خضرة ولكنها بتولع. هنا بيحصل أكتر حاجة مرعبة ممكن تحصل لإنسان في التاريخ كله،
حاجة ما حصلتش من يوم خلق آدم. رب السماوات والأرض اللي خلقنا، الإله الخالق العظيم الجبار، بيكلم موسى بنفسه ويقول له إني أنا الله رب العالمين. بس أنا مش متخيل سيدنا موسى حاسس بإيه وقتها. أول مرة تحصل إن ربنا سبحانه وتعالى بيكلم بنفسه إنسان. إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. اخلع الجزمة، أنت في مكان مقدس. واسمعوا دي يا جماعة، ربنا بيقول له أنا اخترتك. تخيل، ربنا الله بنفسه اللي بنصليه كل يوم 5 مرات وصايمين شهر كامل دلوقتي هو عشان أمرنا بكده. هو بنفسه ربنا سبحانه وتعالى بيكلم سيدنا موسى بصوته ويقول له أنا اخترتك. سبحان الله. إيه شعور بقى سيدنا موسى وقتها؟ الدنيا ضلمة في كل حتة، وإنت في وادي لوحدك، وقدامك شجرة خضرة بتطلع نار، وربنا بيكلمك بنفسه ويقول لك أنا اخترتك. بعديها ربنا بيقول له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وبيديله أوامر من ربنا. طبعا سيدنا موسى أنا متأكد 100% إن هو فقد النطق وقتها، مش عارف يتكلم. أنا متخيل أصلا في دماغي إن هو أنفاسه كانت بتدخل وتخرج بصعوبة، مش يعني إزاي كان بيتنفس أصلا ساعتها. ربنا هنا بيسأله عشان موسى يرد عليه، إيه اللي في إيدك دي؟ طبعا ربنا عارف إيه اللي في إيده، بس هو بيسأله عشان يرد عليه. هيقول له عصايتي، بسند عليها وبهش بيها الغنم بتوعي. هيقول له ألقها يا موسى، ارميها يا موسى. بيرميها، بيلاقيها تحولت لتعبان عظيم مرعب، وفي نفس الوقت سريع جدا. فموسى هنا عشان هو بشر زينا بيجري بسرعة جدا وهو بيبص وراه حتى، لكن ربنا بيأمره إن هو يرجع يمسكها تاني، وفعلا بيعمل كده وبتتحول لعصايته تاني. وهنا خلاص بيفهم إن اللي بيكلمه فعلا هو الله رب السماوات والأرض، وبيأمره إن هو يدخل إيده في هدومه، بتخرج ناصعة البياض، بتنور زي القمر في عتمة الليل، وهو أصلا أسمر اللون. ودي معجزة تانية. وهنا ربنا بيأمره إن هو يروح لفرعون. هيرد موسى إن هو قتل واحد منهم، فبيخاف إن هم يقتلوه، وإن هو عنده أخوه هارون أفصح منه، فبيطلب من ربنا ويستأذنه إن هو يبعت معاه أخوه يكون وزير ومعين ونبي معاه، ويسبحوا ربنا مع بعض ويساندوا بعض. هنا بقى بجد والله بخت سيدنا هارون بسيدنا موسى. يعني تخيل إن موسى شفع لهارون لربنا وطلب منه واستأذنه في إيه؟ إن هو يكون نبي معاه. ده ممكن يكون أعظم حاجة عملها أخ لأخوه، فربنا سبحانه وتعالى بيوافق. وهنا في تفصيلة مهمة جدا. سبحان الله إن سيدنا موسى أساساً عنده مشكلة في الكلام، بيتلعثم، بيتهته هو بيتكلم. حتى هو بيدعي ربنا دلوقتي بيقول له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هو لسانه تقيل في الكلام. وسبحان الله النبي الوحيد اللي ربنا اختاره إن هو يكلمه بنفسه هو النبي الوحيد برضه اللي كان بيتهته. هو ده كليم الله. موسى فعلا بيروح لأخوه وبيعرفه، وهما الاتنين بياخدوا بعض وبيروحوا لفرعون وبيقولوا إن هو وأخوه رسل من رب العالمين، وبيبدأوا بقى إن هما يبلغوا الرسالة بتاعتهم وبيدعوا لعبادة الله الواحد الأحد لا شريك له، وفي نفس الوقت إن هو يفك أسر بني إسرائيل ويشيل عنهم العبودية ويسيبهم يعبدوا ربهم في حالهم. طبعا فرعون زي ما قلنا هو راجل بسيط، كل اللي عايزه إن هو يتكبر ويطغى في الأرض ويقتل ويستعبد بني إسرائيل ويقول أنا ربكم الأعلى، لأن هو معتبر نفسه فعلا إن هو ابن الإله، هو الإله في الأرض هنا. أنت بتقول لي إيه يا موسى؟ بتقول لي إن أنا أعبد الإله أصلا؟ فكل الكبر والغرور والفجر والعنطزة دي كلها اللي فيه هتفضل موجودة، لأن هو خلاص مش مؤمن أساسا إن هو بشر زينا، هو إله بالنسبة له هو. فبيبص لموسى باستدراء كده ويقول له مش أنت اللي ربناه هنا في بيتنا وأحسننا إليه، وبعدين رحت قتلت واحد مننا وهربت؟ فموسى هنا مش بينكر وبيقول له أنا فعلا عملت كده، ولكن كنت من الضالين قبل ما يوحى إليه يعني. وبيكمل إن هو هرب لأن هو خاف من المواجهة، بس دلوقتي ربنا جعله من المرسلين، رسول من رب العالمين. وإن أنت يا فرعون فعلا أنعمت عليا، ولكن أنا واحد بس من بني إسرائيل، أما القوم بتوعي كلهم استعبدتهم وقتلتهم وأذيتهم بأبشع وأسوأ جرائم فيهم. بيحصل بقى دلوقتي نقاش ومناظرة بين فرعون وموسى. بيقول له
مين رب العالمين ده؟ فيقول له رب السماوات والأرض وما بينهما من مخلوقات، للسحاب، للرياح، للمطر، للنباتات، للحيوانات، كلنا مخلوقات ربنا. كل بني آدم عارف من جواه إن الحاجات دي ما جاتش صدفة، ما خلقتش نفسها بنفسها. هو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين. ففرعون بقى بيستهزئ بيه ويقول له انتوا سامعين هو بيقول ايه؟ سيدنا موسى هنا بيرد عليه إن ربكم ورباؤكم الأولين، وإن هو رب المشرق والمغرب والمسخر للكواكب، خالق الظلام والنور، رب الأرض والسماوات، رب الأولين والآخرين، خالق الشمس والأرض والكواكب، خالق الليل والنهار، والكل تحت قهره وتسخيره وتسييره سائرون. فهو الله تعالى الخالق المالك المتصرف، خلقته بما يشاء. سيدنا موسى بيديله محاضرة عن مين هو ربنا. طبعا فرعون بيتعصب بقى جدا، بيتجنن، ازاي يقول على إله غيره؟ وسبحان الله هنا بقعد أفكر ازاي ممكن إنسان زي وزيك يا أخي، فرعون ده مش كان أسطوري عشان تكون فاهم، أو مخلوق مثلا غريب زي الشيطان أو إبليس أو أي حاجة إحنا ما شفناهاش قبل كده. هو زيه زيك كده بالظبط، من لحم ودم، وعقله بيفكر زينا. ولكن ازاي إنسان يوصل بيه الحال إنه يدعي إنه هو إله ويقتنع من جواه إنه هو رب؟ ممكن ماشي عشان هو عنده سلطة، بس برضه هو إزاي ضحك على نفسه في دماغه وأقنع نفسه بإنه هو رب؟ لأن هو دلوقتي مش هيلاقي أي حاجة يقولها غير إن هو يقول إن موسى مجنون. ولكن بص بقى الجنان فعلا بتاع فرعون، بيقول للرسول اللي جاي مرسل من رب العالمين: قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فهنا موسى بيقول له إن هو جه معاه حاجة دلوقتي هيوريه المعجزتين بتوعه. بيرمي عصايته اللي بتتحول لتعبان ضخم مهول شكله عظيم. المنظر كله بيخاف ويترعب. إيه اللي حصل دوت؟ إزاي؟ حتى فرعون نفسه بيخاف. سيدنا موسى بقى بيدخل إيده في جيبه، بيطلعها بيضة بتنور زي القمر وبيرجعها تاني ترجع طبيعية. فرعون بيترعب، فرعون بيقلق، فرعون بيتوتر. إيه اللي شافه ده؟ معجزتين قدام عينيه، ولكن هيقول له إن ده مجرد سحر، خدعة بتعملها، ويكفر بالله. ولكن كده موسى وهارون الاتنين دلوقتي في حماية ربنا. ربنا قال لهم قبل كده: لا تخفا إنني معكما أسمع وأرى. فهنا فرعون بيقول لموسى: انت جاي تخرجنا من أرضنا بالسحر بتاعك، هنجيب لك سحر أعظم منه بكتير جدا كمان. وبيتفق مع موسى على ميعاد يجي فيه ويواجه سحرة فرعون اللي هو هيستدعيهم وقتها. كان مصر فيها سحرة عظيمين جدا، وسحرة هنا ممكن تيجي عادي، بمعنى إن هم علماء مثلا بيعملوا خدع. فمصر كانت دولة متطورة جدا وقتها. فبيتفق معاه موسى على إنه يجي في يوم الزينة اللي هو كان عيد عندهم، ويكون الصبح في عز النهار في وسط المدينة عشان الناس كلها تتجمع. حدث عظيم. فرعون أساسا بيؤمر الناس إنها تتجمع، والسحرة بيستدعيهم وبييجوا فعلا. بيسألوا فرعون: هو احنا لينا أجر لو احنا اللي كسبنا؟ هيقول لهم: أكيد، وهتكونوا قريبين مني كمان. ولكن سيدنا موسى بيروح للسحرة في الأول وينصحهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ولكن لا، خلاص هما بيتفقوا مع بعض إن ده فعلا ساحر جاي يخرجنا من أرضنا، وبيقفوا فعلا الصف قدام سيدنا موسى عشان يواجهوه دلوقتي حالا. وبيسألوه: ترمي ولا احنا اللي نرمي يا العص يعني؟ فبيقول لهم: ارموا انتوا. بيرموا بقى حبالهم بحركات سحرية تخليك تتخيل إنها تتحول لتعابين بتمشي في الأرض. منظر مرعب، منظر مهيب. فرعون فتح بقه بقى واتبسط قوي وضحك أكيد، والناس أكيد كمان فرحت. إيه الحلاوة دي يا ولاد؟ فسيدنا موسى نفسه خاف من جواه إن الناس تفتتن بالسحر بتاعهم. ولكن ربنا بيقول له: لا تخف إنك أنت الأعلى. ربنا بنفسه بيقول لك أنت شخصيا واقف معاك في ظهرك وأنت بتواجه السحرة دي. أنت عايز إيه تاني؟ فموسى فعلا بيرمي عصايته تتحول لتعبان مهول عظيم شكله مهيب. الناس كلها بتترعب وتخاف، والسرعة جدا الحية دي تروح للتعابين المصطنعة بتاعتهم وتاكلها واحدة واحدة قدام عينيهم كلهم واقفين بيتفرجوا. هنا السحرة فاهمين وعارفين دي مش خدعة، دي مش سحر، دي مش حبال وعصيان، دي مش حركة سحرية، ده مش خيال، ده الحق، دي معجزة. موسى رسول فعلا من ربه،
في لحظتها قدام فرعون وهامان وقومه المجتمعين والناس الآلاف البشر مجتمعين، نزلوا السحرة كلهم سجدوا في الأرض. فرعون هو اللي جايبهم، فرعون هو اللي مستدعيهم بنفسه، هو اللي مختارهم إن هم اللي يجوا يواجهوا موسى، بينزلوا قدام عينيه يسجدوا لله قدامه. طبعا بيتجنن ويقول لهم: آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. يعني غبية متخلفة فالحوصة. انت ازاي هو كبرهم؟ هو أول مرة يشوفهم أساسا. الكبر بيعمي عينيه وبيهددهم: فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. من خلاف دي يعني هيقطع أيديهم اليمين ورجليهم الشمال أو العكس، وده أشد عقاب للإنسان. لا، كمان مش هيقطع أيديهم ورجليهم وبس كده، لا، هيصلبهم في جذوع النخل، وهيقول لهم إن هو هيعرفهم بقى مين أشد عذاب، هو ولا رب موسى. يخرب بيتك يا جدع، إيه الكفر والطغيان ده؟ يعني السحرة مآمنوا قدامه وسجدوا لله. يا أخي سيدنا موسى يعمل لك إيه تاني؟ هزمك بالحجة والكلام ووراك معجزات قدام عينيك وكلمك بالمعجزة الحسية، وواجه السحرة اللي انت جايبهم بنفسك وسجدوا قدام عينيك لما عرفوا ان ده الحق، وانت لسه كافر زنديق. يخرب بيتك. هنا بقى السحرة بيرد عليه رد صادم: احنا مش هنطيعك تاني يا فرعون، بعد كل الدلائل اللي قدامنا دي احنا مش هنطيعك تاني، اعمل اللي انت عايزه يا فرعون. دي كده الحقيقة، الدنيا ملكش سلطان فيها أو حكم علينا، احنا آمنا برب موسى ليغفر لنا خطايانا، واللي انت أكبرتنا عليه ان احنا نتعلم ونمارس السحر، والله خير لنا منك. ده مشهد مرعب يا جماعة. تخيل بيقولك هقطع ايدك اليمين ورجلك الشمال واصلبك في جذوع النخل، وانت تقول له طز فيك يا فرعون. ايه ده؟ ايه الإيمان ده؟ فهنا بقى ربنا بيوري سحرة فرعون منزلتهم في الجنة، فيصبروا على عقاب فرعون اللي مستنيهم، اللي هيقطعهم فعلا ويقتلهم ويصلبهم، وهم بيقولوا حاجة واحدة بس، بيقولوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. عشان كده أنا جدودي اللي بفتخر فيهم هم سحرة فرعون، هم دول المصريين الحقيقيين. ماليش دعوة بفرعون ده، بره عني. وخلي بالك بقى، السحرة دول مش معروف عددهم كام، ممكن آلاف، مئات الآلاف، عشرات، الله أعلم. دلوقتي بعد هزيمة سحرة فرعون وفرعون قاعد يدبدب في الأرض مش عارف يعمل إيه، الوضع بقى غريب جدا في مصر. بني إسرائيل مأمنين بموسى، المصريين بيبدأوا إن هم يشكوا إن ممكن يكون رب موسى فعلا هو الصح، وفرعون وقومه اللي هم الأمراء والحكام وكبار البلد مش عارفين يعملوا إيه بعد ما موسى هزم الصحراء والصحراء سجدوا لله. فدلوقتي بيجتمعوا كلهم مع فرعون ويتكلموا مع بعض. فيبدأ هنا أكبر الناس في البلد يقولوا لفرعون إن هو يرجع تاني يقتل الأطفال وأبناء بني إسرائيل تاني، ولكن هو في نفس الوقت عايز يقتل موسى، ويقول لهم إن هو خايف يبدل دينكم، وكمان خايف، اسمع النكتة دي، من إن موسى يفسد في البلد. يا ولا، في وسط بقى كلامهم كفر وطغيان ده بيحصل حاجة غريبة عجيبة جدا. واحد مصري من قرايب فرعون، من قرايبه، بيطلع إن هو آمن ولكن كان كاتم إيمانه، وبقوة إيمان غريبة عجيبة بيقوم يواجه فرعون وأهله كلهم لوحده، ولا هو رسول ولا نبي، هو مجرد بني آدم عادي، راجل عادي مصري عادي مؤمن وموحد بالله. وبيرد عليهم ويقول لهم، هم مجتمعين كلهم، ويقول لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هتقتلوا راجل عشان جاي يعرفكم بالله؟ ولما جالكم البينات من ربكم يعني، وبعد كمان ما وراكم المعجزات والدلائل بتاعته، ولو كان موسى كذاب فخلاص مفيش حاجة هتضركم، ولكن لو كان صادق في كلامه وقفتوا قدامه هيحصل فيكم اللي موسى هدد ووعد يحصل للقوم الكافرين. برنس والله الراجل ده، والله العظيم راجل جامد قوي. ومش بقى بيكتفي بكده، بيبدأ إن هو يحذرهم: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، النهاردة احنا عندنا الملك في الأرض وأعلى من الناس كلهم وحاكمين عليهم، ولكن فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ مين هينصرنا من غضب رب العالمين لو جالنا؟ احنا مين هيقف ضدنا؟ هنا بقى فرعون هيتعصب قوي ويقاطع الراجل ده ويقوم ويزعق ويقول: يا قوم اللي أنا أشوفه انتوا كمان تشوفوه، واللي هقوله دلوقتي هو ده الرشد والصح. أنا عندي ملك مصر والأنهار تجري من تحتي، وأنا أفضل من موسى الفقير الضعيف ده اللي حتى لسانه بيتعتع بيه. ده ولو كان موسى فعلا صادق في كلامه كان ربه بعت معاه ذهب مثلا، أو الملائكة جت معاه. وبيضحك على قومه وبيقنعهم بأن موسى مجرد راجل أقل من العادي، أما هو فرعون ملك الملوك، فبيسمعوا كلامه فعلا وبيكذبوا موسى. ولكن الشاب الصالح ما بيسكتش وبيرجع يتكلم تاني ويحذرهم تاني
إني خائف عليكم من اللي بيحصل للقوم اللي بيقتلوا الأنبياء بتوعهم زي قوم نوح وعاد وثمود، وإني خائف عليكم من يوم القيامة ومحدش هينصركم وقتها. وبيفكرهم بإن ربنا بعت لهم من سنين نبي تاني ورسول فيهم اللي هو سيدنا يوسف، وإن موسى من ذريته، وإنكم كذبتوا سيدنا يوسف قبل كده. هنا بقى بيقطعوا فرعون تاني ويقول أكتر حاجة مجنونة ممكن تسمعها في حياتك بعد كل النصح اللي الراجل ده عمال يحاول ينصحوله، ومع كل معجزات سيدنا موسى. فرعون بيقول لوزيره هامان: ابني لي صرحا كبير وإني لأظنه من الكاذبين. يا أخي ده أنت خلتني أنا أفقد النطق من دماغك، استغفر الله العظيم يا رب، عشان بس فيديو ديني عايز يعمل بناية ضخمة عظيمة يطلع بيها لربنا، عشان بالنسبة له مفيش رب غيره. يا أخي ده فجر ما شفتش من بعديه فجر. طبعا المصريين وقتها كانوا شاطرين جدا في البنايات العظيمة زي الأهرامات، ما هو جدود الفراعنة دول هم اللي عملوا الأهرامات. ما هو شوف بقى الأهرامات دي بعيدة قوي، بعيدة قوي قوي يعني. ولكن هنا المصري الصالح ده ما بيبطلش وبيكمل يدعوهم لله تاني، وهم بيدعوه لعبادة فرعون. ففي الأخير هيقول لهم: هتفتكروا نصحي ده بعدين، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وبسبب دعائه ده اللي هو دعاه، ربنا بيمنعهم إن هم يأذوه بأي أذية خالص، بيستجاب دعوته فعلا. وكل اللي انت شايفه من اللي بيحصل ده كله ده بيفسر لنا ليه فرعون وقومه بيتكرروا كتير جدا إن عذابهم شديد يوم القيامة، وإنهم ما كفروش كفر عادي ولسه كمان هيكفروا أكتر وأكتر. لا ده هم بيحاربوا ربنا والمؤمنين وبيعذبوهم ويقتلوا أطفال، ومع إن ربنا بيبعت لهم معجزات ودلائل كتير جدا، وموسى بيتكلم معاهم بالحجة وبالدليل، وبيكلموا عادي بالموعظة الحسنة وبالمعجزات، ولسه هتشوف كمان وكمان هيكفنوا أكتر وأكتر. بعد بقى كلام الراجل الصالح ده كله، فرعون ما بيقتلش موسى عشان الناس ما تفتكرش إن موسى فعلا معاه الحق، وإيمان بني إسرائيل بيقوى، وإيمان المصريين في نفس الوقت متذبذبين، لأن بتشوف إن الإيمان واحدة بيبدأ يظهر في مصر فجأة. في يوم من الأيام بنت فرعون الشابة عندها ست بتسرع شعرها من بني إسرائيل، مشاطة يعني، كوافيرة يعني، بتوقع الفرشة، نزلت تجيبها من غير قصد، قالت بسم الله. بنت فرعون اتجننت: مين الله ده؟ قصدك أبويا فرعون؟ استغفر الله العظيم يا رب. تقول لها لأ، ربي وربك ورب فرعون ورب العالمين. الكوافيرة المشاطة دي تتجرأ بعد ما شافت موسى وسحرة فرعون والراجل الصالح وكل المؤمنين دول. فبنت فرعون هنا بتهددها إن هي تروح تقول لأبوها، وهي بتقول لها روحي قولي له. فهي فعلا بتعمل كده، وفرعون بيستدعي المشاطة بيسألها: هل عندك رب غيري؟ على أساس إن هي تترعب بقى من فرعون، ولكن هي بشجاعة رهيبة جدا هتقول له: أيوة، ربي وربك الله رب العالمين، في وش فرعون. فبيقرر فرعون إن هو ما يقتلهاش، بيحبسها ويبعت الحراس يجيبوا أطفالها الصغيرين، ويجيب قدر كبيرة، حلة كبيرة قوي من النحاس مليانة زيت، ويولع عليها النار لحد ما الزيت يغلي، ويجيب المشاطة وأطفالها ويحطهم عند الزيت. العيال بتصوت وتعيط وتنادي على أمهم. فرعون بيهددها إن هي ترجع عندنها وإلا هيرمي أطفالها، لكن الست سبحان الله بترفض وتقول له إن هي ازدادت إيمانا برضو زي هذه المشاطة. فبيأمر الحراس إن هم يجيبوا الطفل الأول، وتخيل معايا الطفل ابنها وهو بيعيط وبيصرخ، وبينزلوه في الزيت المغلي حبة حبة عشان تشوفه هو بيتحرق وصويته بيملى ودانها، كل ده قدامها وقدام عيالها الباقيين. ويسألها: هترجعي؟ تقول له: لأ، ربي وربك الله. ويتكرر المشهد مع كل أطفالها، يتحرق واحد في الزيت ويسألها: ترجعي؟ وهي تقول له: ربي وربك الله، لحد ما بيجي دور أصغر طفل من أطفالها، طفل رضيع. هي بقى هنا بتتردد عشان هو لسه طفل مولود يا عيني، لسه طفل ما بيقولش حتى ماما، ولكن بتسمع الطفل بيتكلم ويقول: اثبتي أنك على حق. وبيموت الطفل وبيجي دورها، وقبل ما تترمي في الزيت هتقول لفرعون إن هي عندها طلب إن هم يجمعوا عظمها وعظم أولادها كلها في كفن واحد ويدفنوه مع بعض. وفرعون بيوافق، والمشاطة بتموت. والقصة دي بيحكيها لنا الرسول وهو في رحلة الإسراء والمعراج، إن هو في السماء بيشم ريحة جميلة جدا، وبيسأل جبريل على الريحة دي هي إيه، هيقول له إن دي ريحة بنت فرعون، وبيحكي له القصة. فكده الموضوع بدأ إن هو يزداد سوءا بالنسبة لفرعون. بس أسوأ حاجة هتحصل لفرعون هنا هي إن مراته آسية بتدافع عن المشاطة اللي هو قتلها، وبتروح لفرعون تقول له صراحة كده إن هي مؤمنة بدين موسى. بص،
أنا بحب جدا السيدة آسيا، لأن تخيل معايا واحدة عايشة في أعظم قصر في العالم، عندها كل ما لذ وطاب، الجاريات تحتها بالآلاف، الخدام لا حصر لهم، كل خيرات الدنيا مجتمعة عندها، وهي بتقرر بإرادتها الشخصية من غير ولا وحي ولا أي حاجة خالص إن هي تقف قدام فرعون وتعلن إيمانها وتدافع عن المؤمنين. وهنا بيجي هي ليه ست كاملة؟ يعني مين بيعمل كده؟ والله العظيم رضي الله عنها. فرعون بيهددها ويضربها ويعمل معها كل حاجة في الدنيا، ولكن هي مفيش، هي ثابتة على دينها. فهنا فرعون بيقرر إن هو يبعت الجنود ويصلبها في الأرض بأوتاد من رجليها وإيديها، وتفضل متثبتة تحت الشمس الحارقة من غير ولا نقطة مية حتى، تتعذب في حرارة. دي مين بقى اللي بيعملوا فيها كده؟ ملكة مصر، أعظم أنثى في الوقت ده وأكثرهم مقاما وفلوسا وكل حاجة، ولكن بتختار في الأخير إن هي تؤمن بالله. وبيسألوها هترجعي عن اللي هي فيه؟ هتقول لهم إن هي ازدادت إيمانا برضه زي هذه الماشطة، فبيسيبوها من غير ولا نقطة مية حتى تتعذب في حرارة الشمس وهي مصلوبة في الأرض. وبعد وقت وخلاص بتحتضر في الشمس الحارقة، بتنزف من غير ولا مية ولا أكل ولا أي حاجة خالص لوحدها. ففرعون بيجيب صخرة كبيرة وبيخيرها، لإما ترجع لدين فرعون هيرجعها تبقى مراته تاني في القصر وتعيش حياة مثالية، ولو فضلت على دين موسى هيسحقها بالصخرة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيضرب بيها المثل في الوقت ده. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. بتدعي ربنا سبحانه وتعالى، وبتشوف في وقتها فعلا هي كمان بتشوف بيتها في الجنة، وربنا بياخد روحها قبل ما تتسحق من الصخرة. طبعا احنا عمالين نمدح في بني إسرائيل إن هم أعظم ناس وأحسن ناس، بس مش كل بني إسرائيل طبعا كانوا مؤمنين وماسكين في دينهم. يعني في وسط الأحداث دي كلها سيدنا موسى بيروح لبني إسرائيل يقول لهم استعينوا الله واصبروا على اللي انتوا فيه. هنا قومه اللي هو بني إسرائيل هيردوا عليه إن انت قبل ما تتولد كنا بنتأذى، ودلوقتي من بعد ما جت لنا وإحنا لسه بنتأذى. ويبدأوا إن هم يشتكوا ويعترضوا، وموضوع الشكوى ده خلي بالك هيتكرر معاهم كتير جدا لحد ما في الآخر هيتحول إلى جحود، وفي الآخر خالص هيوصلوا ويتمردوا عن ربنا ويكفروا بالله. فخلي بالك إن نفس الناس المؤمنين اللي انت بتشوفهم دلوقتي واقفين وصابرين، في الأخير هم اللي هيوصلوا بيهم الحال إن هم يكفروا بالله. واللي هنا بقى بيبدأ عقاب من ربنا ينزل على مصر. أول عقاب بينزل على المصريين هو السنين، سنين من قلة المطر والجفاف، والأرض ما بتطلعش زرع ونشفة وحالتها صعبة، والأشجار بتقل الثمار بتاعتها. ولكن القبط المصريين ما أمنوش برضه، وبيروحوا يقولوا لموسى أن مهما حصل من معجزات وخوارق وآيات مش هنؤمن برضه. فربنا بيبعت على مصر طوفان مية بتغرق الزرع وبتقتل في الناس، ومش عارفين حتى يخرجوا من بيوتهم. فالناس بتجري بسرعة تروح لموسى، ادعي لنا ربك، ادعي لنا ربك يا موسى يشيل عننا الطوفان ده، ولو اتشال هنؤمن بيك وبربك وهنسيب بني إسرائيل في حالهم. فسيدنا موسى بيدعي ربنا والطوفان فعلا بيروح، وما بيؤمنوش برضو بربنا. واللي هنا العقاب الثالث، بيبعت لهم الجراد ياكل كل حاجة في البلد. فيجروا على موسى تاني، يا موسى ادعي لنا ربك، ويدعي تاني وما يؤمنوش برضو. فربنا بيبعت عليهم القمل يمنع عنهم حتى النوم، فيحصل نفس الموضوع ويدعي موسى وما يؤمنوش برضه. فربنا بيبعت عليهم الضفادع غرقت الدنيا كلها وكلت المحاصيل، وبقى الراجل يفتح هدومه ويلاقي جواها ضفادع، فيروحوا تاني ويدعي موسى تاني وما يؤمنوش برضه. وهنا يتحول نهر النيل إلى دم. تخيل يبقى نهر النيل اللي هو حياة المصريين أساسا يتحول كله إلى دم، ويحصل نفس اللي حصل بالظبط، يدعي موسى ويروح الدم وما يؤمنوش برضه. على مدار سنين كتير موسى بيدعو وبيحصل معجزات ويدعي تاني، ولكن محدش بيؤمن. وخلاص كده بيعدي الوقت اتعذب فيه بني إسرائيل بأبشع الطرق الممكنة، ومات المؤمنين بأسوأ الطرق. وحاول موسى بكل الكلام اللي يقدر عليه وكل المعجزات، بكل الحجب، بكل الآيات،
إن هو يقنع فرعون وقومه، ولكن مش هيؤمن. بس الناس بتروح تقول له ادعي لنا ربك، وبعد كده ما يؤمنوش، وبيوعدوا ما بيخلفوش بالوعد. وتمادى فرعون وقومه وفضلوا على كفرهم، وأصبح دلوقتي اللي مآمن بالله هم موسى وبني إسرائيل وشوية من المصريين اللي طبعا مش مبينين إيمانهم، خوف من فرعون، وإن فرعون مازال جبار في الأرض، عنيد متكبر، جرثومة في البلد دي هو وقومه. وجي وقت إن الفيروس ده أو الجرثومة دي تتشال. ربنا بيوحي لموسى وهارون إنه يخلوا بيوت بني إسرائيل بشكل معين، الشكل ده يكون شكل مختلف عن بيوت المصريين عشان يعرفوا بعض وقت ما يهربوا. وبيقول لموسى إن بيوتهم يملوها بالصلاة ويستعينوا بالله ويبشرهم باللي جاي. وموسى بيدعي على فرعون وقومه الكفار إن أنت يا رب أنعمت عليهم بالزينة والمال والملك في الدنيا، وهم كفروا وضلوا عن سبيلك. سيدنا موسى النبي الرسول اللي دعاؤه مستجاب بيدعي عليهم إن ربنا يهلك مالهم وسلطانهم. زي ما قلت كتير قبل كده إن سيدنا موسى بحس إن الرياكشن بتاعه، ردة الفعل بتاعته، بحس إن هو فيها شبه مننا شوية. هو بيغضب، بيزعل، بيتعصب، بيقرر إن هو يدعي عليهم ويدعي على فرعون نفسه إن هو ما يؤمنش بالله غير لما يشوف العذاب الأليم. خلاص سيدنا موسى صبره خلص، وبيدعي على فرعون إن هو ما يؤمنش بالله خلاص غير لما يشوف العذاب بعينه. نفس الكلام برضك حصل مع سيدنا نوح بعد ما قعد 950 سنة يدعو قومه ليل ونهار في السر وفي العلن، ومحدش عايز يؤمن، ويشوف إن بعد كل دوت بيزدادوا كفراً. فسيدنا نوح بيعرف إن هو خلاص هيعمل إيه بعد 950 سنة، فبيدعي ربنا إن ما يسيبش فيهم حد عايش خالص. قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ضيارا، اقتلهم كلهم يا رب. هنا بيحصل الطوفان، ده نفس اللي هيعمله سيدنا موسى، وربنا بيقول له إن دعوتك استجيبت يا موسى. ما تحس إن سيدنا موسى وسيدنا نوح شبه بعض؟ مختلفين شوية عن سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد، هما الاتنين تحسهم برضو شبه بعض. سيدنا إبراهيم ربنا بيقول عليه إن هو حليم، بيجادل الملائكة على قوم لوط، ولما قومه جم ويولعوا فيه وهو عايش قال حسبي الله ونعم الوكيل، ما دعاش عليهم. سيدنا محمد قبل كده الصحابة بيقولوا له إن هو يا رسول الله ادعي على المشركين، قال إنني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وفي موقف تاني بيروح الطائف يدعو الناس لعبادة الله هناك، بيستهزئوا بيه وبيطردوه وبيشتموه وبيرموه بالطوب وبينزل دمه وبيغمى عليه سيدنا محمد. وهنا يجيله الملك بتاع الجبال ويقوله لو عايز إن احنا ممكن نفعص الطائف دي خالص كلها بأهلها بالجبال يموتوا كلهم، ولكن الرسول هيرد عليه بأن أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فهمني؟ بحس إن سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد شبه بعض، وسيدنا نوح وسيدنا موسى شبه بعض شوية، طبعا باختلاف المواقف اللي حصلت لهم، وده فرعون ودول الناس في الطائف. فيعني أنا عارف إن هم مختلفين، بس بقول بحس بكده. في نفس الوقت على فكرة في حدود معينة لعفو ربنا على أمة، فدعوة موسى استجابت على طول، وبيروح فعلا بني إسرائيل كلهم يستأذنوا فرعون إن هم يخرجوا عشان عيد عندهم، وفرعون بيوافق وهو كاره أصلا الموضوع بس بيوافق. وبني إسرائيل بيجهزوا، وحسب أهل الكتاب اللي هم اليهود يعني إن ربنا أمرهم إن هم يستلفوا من المصريين ذهب وحلي كتير جدا، وإن هم لما يرجعوا هيرجعوا الذهب والفلوس دي كلها للمصريين تاني. لكن الحقيقة إن هم مش هيرجعوا تاني، والذهب ده كله هم اللي هياخدوه، وده 8 سنين الاستعباد اللي هم قعدوا يشتغلوها هنا. وبالفعل خرج بني إسرائيل بالليل، وكانوا بالآلاف إذا ما كانش عشرات الآلاف أساساً، ورايحين ومتجهين لبلاد الشام. هنا بقى فرعون بيلاقيهم إن هم مش راجعين، ويعرف إن هم بيهربوا بره البلد خالص ومش هيشتغلوا عنده عبيد تاني، بل خدوا كل حاجتهم معاهم وهم ماشيين. فبيجهز جيشه وبيجمع جنوده عشان يروح بنفسه ويدمر بني إسرائيل ويقتلهم كلهم. دلوقتي بقى أنا هتكلم كلام ملوش علاقة بالقرآن وملوش علاقة بالكتب وملوش علاقة حتى بالكلام اللغة العربية التقيلة دي. تخيل معايا دلوقتي إنك أنت كنت من بني إسرائيل وتعذبت واتبهدلت واتقتل من أهلك ناس كتير، وكل ده من واحد جبار بارجح متكبر مغرور
ما عندوش أي مشكلة يأذي أي واحد. الموضوع عنده زي شرب المية كده، وشايف نفسه إله. تخيل دلوقتي أنت هربان ومعاك عيلتك وماشي في الصحراء، أنت وآلاف مؤلفة من الناس ماشيين مع بعض في الصحراء وبتتبعوا النبي، ولكن فجأة وبدون سابق إنذار بتبص تكتشف إنك أنت وصلت قدام البحر، مفيش طريق تعدي منه خلاص. وفجأة وبدون سابق إنذار بتبص وراك تلاقي الصحراء بتتحرك، الأرض بتتهز، وسحابة من الغبار واصلة للسماء، ويطلع إن فرعون بنفسه الجبار العنيد جايلك بجيش جرار، آلاف الرجالة بسيوفهم ورمحهم وأحصنتهم جايين ناحيتكم. انتوا العزل اللي نصكم أطفال وستات ولوحدكم، وقدامكم البحر ما تقدروش تعدوا، ووراكم الجبار العنيد ده اللي هيجي يفتك ويقطع ويعذب فيكم بأسوأ طرق العذاب، ومش في دماغه، مش هيحس بحاجة. هنا بيبدأ يحصل مشاكل، ويبدأوا يقولوا له هنروح فين فعلا؟ هنعمل ايه يا موسى؟ واللي هنا بيظهر قدامك الرسول نبي الله، واقف ما عندوش الذرة واحدة شك جواه بإن في أي حاجة تقدر تحصل له أو في مخلوق يقدر يأذيه طول ما معاه ربنا. وبيقف وفي وسط الصريخ والصياح والزعيق اللي قومه عمال يزعقوا قدامه، والأطفال اللي بتعيط والناس اللي بتقول هيمسكونا يا موسى، كلا إن معي ربي سيهديني. ويمشي موسى يقف قدام البحر اللي محدش يعرف يسيطر عليه، مليان بأمواج قاتلة، جنبه أخو هارون، والناحية التانية يوشع بن نون، واحد من أصلح وأكبر سادات بني إسرائيل اللي هيصبح نبي بعد موسى وهارون، ويسأله يا نبي الله أها هنا أمرت إن احنا نيجي هنا؟ فيقول له أيوة، وفرحان وربي هرب أكتر وأكتر، والناس عمالة تصرخ وتزعق. فجأة بينزل على موسى أمر من ربه إن اضرب بعصاك البحر، ويمسك عصايته موسى ويضرب البحر، وهو بيأمره إن هو يتقسم بأمر الله، ويتقسم البحر فعلا قدام عينيك وانت واقف بتبص. الرسول بيضرب البحر يقسمه، يخلي لك طريق تمشي فيه، وتلاقي نفسك فعلا بتعدي في نص البحر يا جماعة، وماشي على الطينة اللي في الأرض، بتشوف سمك قدامك ومية جنبك ورذاذ المية، البحر الرذاذ بتاعه بيجي على وشك، وبتدوق الملح بتاع البحر لحد ما تقدر تعدي انت وآلاف مؤلفة من الناس لحد الناحية التانية. وبتقف تبص تلاقي فرعون ابن الكلب الكافر آلاف من جنوده جايين وراك برضه، وبيعدوا البحر بسيوفهم وربحهم وجايين يفتكوا بيك. سيدنا موسى بيجي يضرب البحر تاني عشان يرجعوا زي ما كان، ولكن ربنا بيقول له ان هو يصيبه. هو فجأة بيرجع زي ما كان ويقتل فرعون اللي واصف نفسه بأن هو إله بيموت. الإله الزائف هو آلاف مؤلفة من أتباعه ملهمش حول ولا قوة بيغرقوا في البحر. وبيندم فرعون في وقت ما ينفعش فيه الندم. فرعون هو بيغرق وشايف إن هو في نص البحر والموج هيموته خلاص، بيحس وبيشعر بعظمة الله، بيقرر إن هو يتوب ويآمن. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. بيآمن فرعون في الأخير، ولكن الإيمان ما ينفعش خلاص في وقت العقاب يا فرعون. الامتحان خلص يا حبيب قلبي، انت دلوقتي بتتعاقب، ما ينفعش نآمن واحنا بنتعذب. ربنا سبحانه وتعالى بيرد على كلام فرعون ويقول له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. دلوقتي جاي تآمن وانت بتشوف العذاب قدام عينيك؟ ما ينفعش اجي يوم القيامة واشوف عذاب ربنا واقول والله انا تبت خلاص، انا تبت خلاص. انت بتتعذب دلوقتي، تتوب ازاي يعني؟ ربنا بيقول على الكفار ان هم هيقولوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يا ريتنا نرجع تاني ومش هنكذب ربنا وهنكون من المؤمنين. بس ربنا بيقول لهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنهم إنهم لكاذبون. يعني لو رجعوا تاني للدنيا هيرجعوا تاني كفار وإن هم كذابين. ولكن بقى في بعض بني إسرائيل من الواقفين ما صدقوش إن فرعون مات وقالوا إن هو ما بيموتش. وهنا ربنا بيقول فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يعني فرعون بيخرج قدام عينيهم بجسمه زي ما هو ولكن من غير روح، عشان يفضل آية للناس بعد كده. وده كان يوم عاشوراء، واليهود بعد كده بيصوموا اليوم ده، فعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا إن احنا أحق بموسى منهم، واحنا كمان بنصوم اليوم ده، وبنخالف اليهود ان احنا بنصوم يوم قبليه او بعديه يعني. طب ايه بقى اللي بيحصل لبني اسرائيل دلوقتي بعد ما حققوا حريتهم وربنا خلاص اوفى وعده ليهم وبيدمر فرعون وجنوده؟ ومش كده وبس، القوم المستضعفين دول اللي صبروا بيورثوا الفلوس واموال المصريين اللي هم خدوهم، وبيحتفلوا وبيتبسطوا اخر الانبساط على الاخر ان هم دلوقتي انتصروا، وموسى وهارون بياخدوا قومهم وبيروحوا ناحية الشام. ولكن سبحان الله اللي هيحصل لبني اسرائيل دلوقتي بعد ما خرجوا من مصر هو واحد من أغرب الحاجات اللي انت ممكن تسمع عنها في حياتك كلها. هتشوف بقى ازاي ان القوم دول اللي ربنا نجاهم من فرعون وقومه وقتلهم كلهم قدامهم وشق البحر قدام عينيهم وعمل كل المعجزات دي وفيهم رسول ونبي، نفس الناس دي
هم الناس اللي هيكفروا بالله وهيتشرطوا على ربنا، وربنا هيعاقبهم كذا مرة يا جماعة. الناس دي غريبة جدا والله العظيم، أغرب وأعجب وأسوأ قوم مؤمنين سمعت عنهم في حياتي كلهم، والكلمة اللي فعلا توصفهم هو الغرابة والعجبة، وده بقى اللي هنتكلم عنه في الجزء الثاني إن